السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع هدايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر الخير والبركة والنصر والتمكين لكل المسلمين في كل الدنيا يا رب العالمين، ويجعله يا رب شهر تفريج الهموم والكربات، ويجعله يا رب العالمين شهر النجاح لطلاب المسلمين، وشهر الشفاء لمرضى المسلمين، وشهر الجنة لكل المسلمين يا رب العالمين. حقيقة على قناة اقرأ المباركة المحببة إلى قلبي وإلى قلوبكم أجمعين، قدمنا لو تتذكروا حضراتكم في 5 رمضانات فاتت، قدمنا أول مرة قاطع هذه المنتجات، والمرة الثانية قدمنا البرنامج المصارع، وبعدين قدمنا في السنة اللي بعدها يوم في الجنة، وبعدين قدمنا من كرامات الصالحين، وكان آخر برنامج رمضان اللي فات كان موجز أنباء الآخرة. قلنا السنة دي عايزين نقدم حاجة تفتح باب الأمل في قلوب المسلمين، فبعد تفكير كبير جدا وطويل جدا فكرنا في الآخر إن احنا نقدم برنامج هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم هنفتح علبة الهدايا ونشوف واحد من الصحابة اللي النبي قدم له هدية صلى الله عليه وسلم، وكل واحد فينا يحط نفسه مكان الصحابي دوت. لو كان مكان الصحابي كان هيفوز بنفس الهدية، طب يا ترى الصحابي ده قدم ايه عشان يفوز بالهدية ديت؟ ولو حضرتك او حضرتك مكان الصحابي هتقدموا ايه عشان تفوزوا بالهدية ديت؟ تعالوا نبدأ اول لقاء بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ونفتح بنفتح صندوق الهدايا او علبة الهدايا ونشوف اول هدية في اول لقاء. اول هدية مقدمة للصحابي الجليل، أفضل صحابي على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل يعني إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الهدية الأولانية اللي خدها أبو بكر الصديق إن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه من ال10 المبشرين بالجنة. فوق ده كله كمان، ده هو كان أول واحد في ال10 دولت، يعني كان، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، إلى آخر ال10. فكان أول واحد في ال10 المبشرين بالجنة كان أبو بكر الصديق. وفوق ده كله كمان تيجي البشرة الثانية كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أبا بكر بإن أبا بكر يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة ال8. إيه الدليل على كده؟ خد الدليل بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق: ما على من يدعى من هذه الأبواب يا رسول الله من ضرورة، فهل يدعى أحد من أبواب الجنة ال8؟ قال: أجل، وأرجو أن تكون أنت هو يا أبا بكر، وفي رواية: أجل وأنت هو يا أبا بكر. فأبو بكر الصديق يعني من أوائل ال10 المبشرين بالجنة، وأبو بكر الصديق يدعى من أبواب الجنة ال8. طيب السؤال اللي بيخطر على بالي وعلى بال حضراتكم الآن، يا ترى أبو بكر الصديق قدم إيه علشان يدعى من أبواب الجنة ال8 وعشان يكون من ال10 المبشرين بالجنة؟ تعالوا نشوف كده أبو بكر الصديق ماذا قدم لخدمة هذا الدين العظيم. هو احنا نسينا يا جماعة؟ ودي رقم 1. هو احنا نسينا ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هو اول من امن من الرجال على وجه الارض بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اول واحد امن مع النبي هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لما عرض عليه الاسلام لم يتلعثم ولم يتاخر ولم يتلكأ، بل قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، صبر على الايذاء، اوذي في سبيل الله، وصبر على الايذاء الشديد في سبيل الله حتى ما اضطر في النهايه انه يهاجر الى بلاد الحبشه، ولكن يدوب لسه خارج من ارض مكه ووصل الى مكان ما لقيه رجل اسمه ابن الدغنة، فقال: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي. قال: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. فعاد معه أبو بكر ودخل في جوار هذا الرجل. يبقى أول حاجة أبو بكر الصديق أول من أسلم. رقم 2، أوذي في سبيل الله وتحمل وثبت ولم يفتن، بل ثبت على إيمانه وعلى عقيدته وعلى إسلامه.
ولم يفتن ولم يتغير أبدا رضي الله عنه وأرضاه. الحاجة الثالثة موقفه العظيم جدا جدا الذي لا ينسى أبدا في رحلة الإسراء والمعراج. الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى وصل إلى سدرة المنتهى. فلما عاد، وكل ذلك في جزء يسير جدا من الليل، فلما عاد وأخبر كفار قريش بذلك الكل كذب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، لقد كذبني قومي فماذا أصنع؟ قال: يصدقك أبو بكر وهو الصديق. فكان أبو بكر الصديق يسمى منذ تلك اللحظة بأبي بكر الصديق. ولذلك كان علي بن أبي طالب كان يقسم بالله يقول: والله لقد نزل اسم الصديق من السماء في رحلة الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر أن المولى عز وجل سماه الصديق منذ هذه الحادثة. رقم 4، موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة. أعظم رحلة في الدنيا وأعظم هجرة في الكون ده كله، هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليقيموا للإسلام دولة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لما النبي أذن للصحابة أنهم يهاجروا من مكة للمدينة، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يدخل على أبي بكر في نحر الظهيرة، والحديث رواه البخاري، فقال: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال له: الصحبة يا رسول الله. وبكى أبو بكر بكاء شديدا من شدة الفرح. الهجرة، الصحبة يا رسول الله. تقول أمنا عائشة: فما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح. وفرحان ليه يا جماعة؟ فرحان وهو عارف ان المشركين مستنينه بره والكل عايز يقتله هو والنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مش فارقه معاه يتقتل مع النبي، يتقتل، يحصل ليه اي حاجه، المهم ان هو يخدم الاسلام ويخدم حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ويروح معاه ويهاجم معاه ويفوز باعظم منقبه في الدنيا، ان هو يكون ثاني اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. المنقبة اللي بعدها انه هو في الطريق كان يمشي قدام النبي مرة ويمشي وراه مرة ويمشي على اليمين مرة وعلى اليسار مرة. فالنبي تعجب، قال: يا أبا بكر، ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب، يعني طلب قريش لك، فأمشي خلفك، وأذكر الرصد، العيون والجواسيس اللي مستنياك، فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. فتعجب النبي وقال: يا أبا بكر، لو كان شيء، يعني لو كان في أذى أو قتل أو غير ذلك، لو كان هناك شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال: أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. نفس الموقف حصل موقف تاني في أثناء حديث الهجرة، لما وصلوا إلى الغار. أول ما وصلوا للغار مباشرة أبو بكر قال له: انتظر يا رسول الله، فإن كان في الغار أذى يكون بي دونك يا رسول الله، أنا أدخل استكشف الغار الأول. فدخل أبو بكر ومسح الغار كله فلم يجد فيه أي شيء سوى 3 شقوق في الحائط، 3 فتحات في الحائط، فشق ثوبه نصفين وسد الشقين وبقي الثالث، فجلس على الأرض وسد الشق الثالث برجله وقال: ادخل يا رسول الله. دخل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن شدة التعب والإعياء نام النبي ووضع رأسه على حجر أبي بكر، فجاء شيء من الجحر ولدغ أبا بكر، فلما لدغ بدأ السم يجري في عروقه ويشتد عليه وألم شديد جدا فبكى، فنزلت دموع أبي بكر على خد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي وقال: ما بك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. قال: ولم لم تخبرني؟ قال: خشيت أن أوقظك يا رسول الله، يعني أنا أموت بس ما صحكش يا رسول الله. فقام النبي وتفل على جرحه فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. وهم ماشيين برضه، وهم ماشيين ورايحين من مكة للمدينة، النبي كان تعبان جدا وجعان جدا، فنام النبي تحت ظل الشجرة، وأبو بكر مسح له المكان وسابه ينام صلى الله عليه وسلم، وراح يبحث له عن لبن. بص لقى رجل بيرعى الغنم، فقال له: هل عندك من لبن؟ قال: أجل. بكام؟ قال له: بكذا. اداله فلوس. قال له: عايزك بقى تمسح درع الشاة وتنظفه وتظبط وتصفي اللبن يعني ايه لحد ما تطمن اللبن ما شاء الله مصفى تماما. وراح لقى النبي كان لسه يدوب صاحي من النوم، فقال له: اشرب يا رسول الله. فشرب النبي. قال: اشرب يا رسول الله. شرب النبي مرة واثنين وثلاثة. يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: فشرب النبي حتى ارتويت. أرجوك ركز معايا في اللفظة ديت، شرب النبي حتى ارتويت. تعرف تعمل كده مع والدك ووالدتك؟ كل يا والدي عشان أنا أشبع، كل يا أمي عشان أنا أشبع، كل يا زوجتي يا حبيبتي عشان أنا أشبع، كلوا يا أولادي عشان أنا أشبع. أنتوا لما تاكلوا
كأني أنا شبعت. عمرك شفت حب بالمنظر ده؟ ده كان من ضمن الأشياء التي بذلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. من ضمن الأشياء بذل ماله كله في سبيل الله، لدرجة كما ورد في الحديث اللي رواه أبو داود بسند صحيح أن عمر بن الخطاب لما ندب النبي الصحابة للبذل من أجل تجهيز جيش العسرة، راح عمر بن الخطاب ودفع نصف ثروته. قال فوجدت أبا بكر وقد دفع ماله كله ووضعه في حجر النبي، فسأله النبي: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر. لدرجة أنه صف التجارات والأموال كلها من أجل أن هو يشتري العبيد والأرقاء اللي كانوا بيعذبوا في رمضاء مكة، فاشترى كل العبيد والأرقاء وأعتقهم لوجه الله، وكان من بين من أعتقهم بلال، ثم اشتراه وأعتقه. فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. فسكت أبو بكر ونزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تعالوا نكمل مع بعض هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. كم من أهل الجنة، كم من 10 المبشرين بالجنة، بل من أوائل ال10 المبشرين بالجنة، بل ويدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. ادخل من أي باب أنت عايزه يا أبو بكر، اختار الباب اللي أنت عايزه. عايز أنهي باب؟ باب بر الوالدين، ولا عايز باب الجهاد، ولا عايز باب الصلاة، ولا باب الصدقة، ولا باب الريان بتاع الصائمين؟ عايز أي باب، اختار الباب اللي أنت عايزه يا أبو بكر. تدعى من أبواب الجنة الثمانية، كل أبواب الجنة الثمانية تدعوك لتدخل منها يا أبا بكر. كل دي كانت هدايا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان قدامها تاريخ طويل جدا ومشوار طويل قوي من البذل والعطاء والتضحية. أبو بكر استعمل ماله ونفسه وأسرته وكل ما يستطيع، ترك الديار والأوطان، ترك التجارة، ترك الدنيا كلها من أجل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل بذل كل ما يستطيع من أجل خدمة هذا الدين العظيم. أبو بكر الصديق ثاني اثنين، أفضل رجل في الكون ده كله بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم. يا ترى أبو بكر كان يستحق الهدايا ديت؟ كان يستحق الهدايا ديت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الهدايا دي ما قالهالوش من عنده، دي كلها بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى لو كنت مكان أبي بكر كان ممكن تبذل مالك في سبيل الله؟ كان ممكن تخرج مع النبي في ليلة الهجرة وتضحي بنفسك علشان تخدم النبي وعلشان تؤازر النبي وتعاون النبي في هجرته انه يوصل من مكة للمدينة؟ يا ترى كنت هتخاف على النبي زي ما أبو بكر كان خايف على النبي وكان بيمشي قدامه مرة ومن وراه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة؟ يا ترى لو كنت وصلت للغار كنت تقول أخش أنا وأضحي بنفسي لو أصابني ثعبان أو عقرب أو أي حاجة أفدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى لما كنت هتشرب النبي، يا ترى كنت هتحس كده أن النبي هو بيشرب أنت اللي بترتوي؟ يا ترى كنت هتبذل جهدك كله في الدعوة عشان يسلم على إيدك 30 واحد منهم 6 من 10 مبشرين بالجنة؟ يا ترى لما الدنيا كلها كذبت النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، يا ترى لو كنت مكان أبي بكر كنت هتصدق النبي صلى الله عليه وسلم عشان تسمى الصديق؟ يا ترى ويا ترى ويا ترى. أسئلة كتيرة جدا نفسي كل واحد فينا يسأل نفسه، لو كنت مكان أبو بكر يا ترى كنت هبذل كل دوت؟ يا ترى كنت هخلي حياتي كلها لخدمة الدين العظيم دوت؟ يا ترى كنت هخلي أولادي وبناتي وبيتي وأسرتي وفلوسي ونفسي وكل حاجة فداء للنبي صلى الله عليه وسلم وفداء لخدمة هذا الدين العظيم؟ ده السؤال اللي كل واحد فينا محتاج إنه يسأله لنفسه ويقف مع نفسه وقفة صادقة. طيب إيه الفرق بين إن أنت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدامك، وإن أنت تخدم دين الحبيب صلى الله عليه وسلم، تخدم هذا الشرع العظيم الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى؟ إيه الفرق بين أنت كمان تخدم هذا الدين العظيم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتخدم سنة النبي وتخدم القرآن وتخدم أهل القرآن وتخدم هذا الدين العظيم في كل مكان وفي كل زمان، عشان يوم ما تيجي يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لك الهدية اللي احنا كلنا بننتظرها؟ عشان كده بقول في نهاية كل حلقة لازم أقول كلام دوت وأقول إن في هدية في انتظارنا، إن كانت فاتتنا هدايا النبي صلى الله عليه وسلم المباشرة لينا، وإن كان في هدايا للأمة هنعرفها والله في آخر حلقة في رمضان إن شاء الله. لكن إحنا محتاجين إن إحنا ناخد هدية جميلة قوي، إن إحنا يوم القيامة لما نقف على حوض النبي صلى الله عليه وسلم
يلاقي النبي مبسوط وفرحان إنه شافنا، ويمد إيده علشان يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وما زال صندوق الهدايا مليئا بالهدايا. الحلقة اللي جاية نشوف ونفتح ونشوف الهدية اللي جاية هتكون لمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.